هاي، أنا نادين وجاية النهاردة أسألكم سؤالين. مين فيكم بيغسل إيده بعد ما يدخل الحمام؟ ومين فيكم بيغسل سنانه قبل ما يخش ينام؟ هحكي لكم النهاردة قصة حازم اللي اسم دلعه حزومة. حزومة كان صديق الجرثومة. أيوة، كان عدو النظافة، ولا مية ولا صابون ولا حتى معجون. كان بيعتبر النظافة تفاهة، عشان كده كان حزومة صديق الجرثومة. الجرثومة لومة اللي كان لونها أخضر وشبه الحلزونة، والجرثومة تومة اللي كان لونها أحمر ومجنونة. كان حزومة أول ما يصحى من النوم يخش على الحمام أوام، ولا بيغسل إيده قبل ولا بعد كمان. حزومة بينسى ينظف التويلت، ولا بالمنديل ولا بالمعقمات، ولا بيحب يستحمى ولا يغير هدومه ولا حتى يغسل البيجامات. عشان كده كانت الجرثومة لومة دايما فرحانة وبتغنيله: حزومة صديق الجرثومة مش بيحب النظافة، معاه بنقدر نلعب ونعوم وننتشر بلطافة. حزومة كان بيحب ياكل الشوكولاتة والكانديز والمكرونة، بس إنه يغسل سنانه دي حاجة مش مضمونة. ياكل فطار والعشاء والحلويات وينسى يغسل سنانه على الأقل 3 مرات. عشان كده الجرثومة تومة اللي كانت ريحتها وحشة ومجنونة بتجري على حزومة، دي طبعا مش محتاجة عزومة، فرحانة وبتغنيله: حزومة صديق الجرثومة مش بيحب النظافة، معاه بنقدر نتغذى ونكبر وننتشر بلطافة. أما في المدرسة فكان حزومة لعيب، بيحب الرمل والطينة ويلعب في الجنينة. مدرسته تقول له: مفيش مشكلة، بس لازم نغسل إيدينا. حزومة كان بيطنش الكلام، لا بيغسل إيده ولا بالمية ولا بالصابون كمان. حتى ضوافره ما كانش بيرضى يقصها بانتظام، كان بينسى ويكسل ومش مدي للنظافة اهتمام. وطبعا تومة ولومة كانوا بيستغلوا حزومة. حزومة صديق الجرثومة مش بيحب النظافة، معاه بنقدر ننشر الأمراض وننتشر بلطافة. حزومة كان عايش كده وكله تمام، لحد ما في يوم صحي موجوع ومتوتر وقلقان. أتاري حزومة طلع عيان ولازم يجري على الدكتور أوام. الجراثيم انتشرت في جسمه وخلته تعبان، من ريحة كريهة لفسفوسة كبيرة وسوسة كمان. حزومة ما كانش فاهم ليه هو دايما عيان، لحد ما الدكتور وراله شكل الجراثيم اللي بتخليه تعبان. جاب له الدكتور الميكروسكوب، بص فيه حزومة وشاف الجرثومة تومة اللي لونها أحمر وشقية ومجنونة، وشاف كمان الجرثومة لومة وهي بتجري وتتنطط وتلعب وهي شبه الحلزونة. اتخض حزومة من الجرثومة، ازاي هي بتعييه وتأثر على شكله وريحته وصحته. ومن ساعتها قرر حزومة إنه أبداً مش هيكون صديق للجرثومة. وفعلا بدأ حزومة أول ما يصحى من النوم وقبل ما ينام بيغسل إيده بالمية والصابون. سنانه بعد كل وجبة تتغسل كويس بالفرشة والمعجون. اتفق حزومة مع مامته إن لازم يستحمى كل يوم أو يومين بعد أي لعب أو تمرين، بعد المدرسة وبعد ما يلعب براحته في الطين. أما عن ضوافره فلازم يقصها على طول من غير ما يعيط ويستخبى ويلف ويدور. سمعت الجرثومة لومة والجرثومة تومة الأخبار، وكانوا كل الجراثيم بتنهار. ما هما طبعا كانوا بينتشروا ليل ونهار، ينشروا الأمراض ويهربوا من الصابون والمعقمات. وفعلا جري تومة ولومة. حزومة عدو الجرثومة بيهتم بالنظافة، منه بنجري ونستخبى وبيعاملنا بسخافة. ومن ساعتها وحزومة عمره ما استغنى عن المناديل والمعقبات والصابونة. وانتم كمان قولولنا، هتكونوا أصدقاء ولا أعداء الجرثومة؟ على فكرة الجراثيم موجودة في حياتنا اليومية، ربنا خلقها ودي حاجة عادية. مش كل الجراثيم مؤذية، ولكن قلة النظافة بتساعد الجراثيم تكبر وتنتشر وتضر وتكون معدية. عشان كده اوعوا تنسوا تحاربوا الجرثومة بالمية والمعجون والصابونة. باي باي، وأشوفكم في قصة جديدة. مع السلامة.